اليوم ايش راح نطبخ اليوم؟ يلا. شو راح نطبخ اليوم؟ شو راح ناكل اليوم؟ دجاج، كبدة الدجاج بالدبس الرمان. احنا الكويتيين كبدة الديام عند دبس الرمان. الدجاج احلى. الله يرحمه عبد الحسين، احلى دجاج. شنو دياي بعد لهجتنا ايش نسوي؟ دجاجي. يلا نروح نطبخ نروح ناكل كبدة، نسوي كبدة. هذا بعالم ثاني مستغرب. ابوسك اهلا وسهلا متابعينا على قناتنا. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. ايش راح ناكل اليوم؟ كبدة الدجاج مع دبس الرمان. قلب لبناني. ايكو تاكل كبده اليوم؟ ابوسك تاكل كبده؟ راح نسوي اليوم كبده مع دبس الرمان. ناكلها بمطاعم لبنانية. اي ما ادري عامة مطاعم لبناني ناكلها. عندي راس بصلة وشوية زيت، عندي كزبرة وفلفل حار وشوية ملح وشوية فلفل أسود. بسم الله. نسيت أضيف عليه شوية رشة كركم. عندي شوية خل، أنا أحب كذي أحط فوق شوية خل. بعد ما صارت كذي نضيف عليها دبس رمان. تاكل كبدة؟ إيكو تاكل كبدة؟ حبيبي عاد إيكو يموت على الكبدة. هاي خلصنا. هذه كبدتي. اوكي يلا ننشب. بسم الله. هاي طريقة الكبدة اللي انا اسويها. انا احبها ويا البصل لان وايد احب البصل، ما ادري ليش. يلا نعصر عليه شوية ليمون لايم. يلا اكو للتذوق. وعلى دلعونه نبي ناكل كبده. شفتوا طبقي؟ يلا ايكو تعال ايكو. ترام. يلا ايكو حبيبي تعال نم. ما بسم يحب الله. الكاميرا. بسم الله. ايكو نم حبيبي تعال. ايكو نم تعال شوف كبده. لا اعطيه قطع صغيره، لا تعطونه وايد يتسمم. الله. فجل وخضار. بسم الله. تعال. الله. أتمنى الوصفة تعجبكم وتطبقونها، وإذا طبقتوها قولوا لي إيش رايكم. أنا راح أكتب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت. أوكي. هي نوع من أنواع المقبلات، سلطة، تقدرون تاكلونها بكذا طريقة. أنا أوقات أكلها مع الخبز، بس اليوم كليناها مع السلطة، لذيذة كانت. ننظف بوسك يا ولد. توني